السلام عليكم. مش المضحك اللي انا اتغلبت من البنك الاهلي 3، انا واخد على كده خلاص. المضحك اللي الجهاز الفني بيدي اللعيبه راحه يوم الاثنين. طب انا عايز اعرف اللعيبه دي مش مريحه اصلا؟ اللعيبه دي مريحه من اول السنه. انا داخل 2023 اللعيبه دي مريحه يا باشا. هو انا مجمل اعمالي الفنيه وانجازاتي ايه في السنه دي؟ كسبت فيوتشر، كسبت سموحه، كسبت الترجي. لعبت كميه مطوشه رهيبه، 4 شهور بلعب مطوشه، ومجمل اعمالي كسبت 3 مطوشه. الباقي كله تعادلات وخساره. طب ايه انجازاتي؟ ما شاء الله، طلعت من كاس الرابطه، طلعت من كاس مصر، طلعت من دوري ابطال افريقيا، الخامس في الدوري. ايه تاني يا باشا؟ ايه تاني؟ لو بلعب دوره رمضانيه هطلع. واللي يغيظك بقى اللعيبه دي قادره، اللي هي يعني ايه، هي عدت اللي هي خلاص هي بتكرهك في نادي الزمالك. لا وكمان قادره اللي هي تخليك تكره لعبه الكوره خالص، يعني تكره كره القدم. اللعيبه فكه. اللي مضايقني لو انا بلعب ساعه، مأجر ساعه وبلعب بقى بلعب ودي كمان، ومغلوب واحد، والكوره انا شايفها طالعه اوت، هجري اجيبها عشان العب اعوض الحق. لا اللعيبه عادي، الواد جري وجاب الكوره وباصه وجابها جول. ولا هنا النادي فاكك، ويقول لك راحه يوم الاثنين. دولت يجوا في عز النهار يا باشا، وتقعد كده وهم صايبين وتصب الميه قدامهم كده وتجريهم وتجلدهم. ايه راحة ايه؟ ده هم مريحين يا بيه. انا بقى يعني الزمالك بقى اسمه نادي الزمالك ابو 3. انا كله بيجي يديني 3. انا ما فيش مؤسسة ما جاتش كسبتني. شركة الادوية كسبتني، غزل المحلة والنسيج كسبني، ابو قير الاسمدة لو جه لعبني هيكسبني، البنك الاهلي والفايدة بتاعته، انبي والبترو يا ايه بيه. هو انا فاتحها ملجأ؟ سبيل هي؟ تكية كله يجي يديني 2 و3 ويمشي؟ ده نادي الزمالك. وخلي بالك، يعني الواحد لما بيجي يتكلم على الاداره تلاقي واحد بقى ابو عريف يطلع يشتمك في الكومنت. عاجبك نادي الزمالك؟ اداره شغلت بالها بامور غير كره القدم وغير النادي، وفي الاخر بنتحبس. فاللعيبه عارفه ان مفيش حد هيعاقبها. مدير فني مش عارف هو قاعد ولا لا. يعني هات اسامه نبيه، مشي اسامه نبيه. هات فيريرا، مشي فيريرا. هات احمد عبد المقصود، هنجيب مدير فني اجنبي لا مصري. ايه يا عم ده؟ مين اللي اختار اللعيبه دي؟ هي دي الصفقات اللي كنا بنشتم فيها الناس عشانها؟ يعني هي دي الصفقات اللي كنا بنشتم بعض عشانها؟ يا ريتها ما كانت اتأيدت. على الاقل كان لينا حجه يا راجل. كنا نقعد نقول ايه دي في مؤامره على نادي الزمالك اهو، اللعيبه ما اتأيدتش فالزمالك وقع خرج. اللعيبه الصفقات بتلعب، ما فرحتي. وهو حد يقول لي التيم ده مش الاساسي؟ هو زيزو بس اللي غايب، الباقي كله اساسي، كله بيلعب. انا مش فاهم يعني. انا لو في يعني مستوى اللعيبه دي ما يؤهلهاش اللي هي تلعب درجه تانية والله. يعني عارف لو الجمهور بينزل ولعب ومسك ولبس التيشيرت هيجري ويلعب. ايه ده؟ انا اخسر 3؟ يعني كله بقى جاي طمعان فيا. يعني زمان كان لما يجي يلعبوا الزمالك ويجيبوا جون فيه تلاقيهم كلهم مترصصين على ال 18. لا دلوقتي لا، يلا جبنا الاول يلا هات التاني، ده احسن فرصه. يعني انا مش فاهم. خلاص بقت ملطشه، الزمالك بقى ملطشه لاي حد. يعني طب انا كده هلحق حاجه السنه دي؟ لا انا مش هلحق كده. انا خامس، بس يا رب افنش خامس بالشكل ده، يا رب افنش خامس. انا مش فاهم راحت ايه. هما اللعيبه دي اصلا شكلها مش بتتمرن. اللعيبه مش عارف. وعبد الله جمعه نقص له 2 كيلو ويتكحرت على الارض زي الانبوبه. ده عبد الله جمعه اللي كان الزمالك والاهلي بيتخانقوا عشان يلعب منتخب مصر. ده لو فت ده مع احمد فتوح يعملوا جبهه شمال ايه ما حصلتش. بس هو النادي انا مش فاهم، مش عارف في ايه، في حاجه غريبه. احنا مش عارف ايه اللي حاصل. احنا ماشيين غلط، النيه من جوه مش صافيه. والله النيه ما صافيه. الاهلي بيعمل كل حاجه وبيخسر، وتلاقي ربنا بيكرمه في حاجات. يعني مش فاهم. انا مش فاهم. الدنيا جايه عليا قوي قوي. ما نعمل ايه طيب؟ اذبحوا طيب. طب زكوا، طلعوا حاجه لله. طب انا بصحى الصبح يعني ايه وبروح الشغل فباخد فلوس عشان بشتغل. انتوا بتاخدوا فلوس ليه؟ لو انت لسه بتسمعني اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.